فكرت ان انا اجيب ميه نار واقوم حاططها على رقبتي، ومنها رقبتي اتحرقت ومنها مش هيبقى فيه تاتو. فكرت في الحوار ده، بس الحوار ده أليم وصعب بس بفكر فيه بجد. انا ما بغيرش، انا كنت بغير. انا مش هدخل معاكم في النقاش ان السرقه غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. أو في مقولة أخرى والله استجد. أنا مش عارف أنا إيه اللي جابني النهاردة. كان ممكن ما أصورش، يعني أنا مش لاقي المايك بتاعي، ماسك الموبايل بإيدي اللي هو يعني وموبايل تاني هرياكت بيه، فإيه يعني أسأل الله إن النية تكون خالصة لله. المهم لو ما صليتش العشاء، طبعا أنا مش هعلي صوتي عشان لو عليت صوتي أنت ودانك هتبوظ، فيا رب مش هتعصبني في الفيديو ده. لو ما صليتش العشاء أو المغرب يا ريت تقوم تصليهم وتعالى علشان نبدأ الفيديو. عايزك في التعليقات وعلى الانستجرام في الخاص وعلى البوست اللي هينزل في المنتدى ان شاء الله تقريبا بكره او النهارده بالليل، اكتب لي سؤال هو مضايقك، سؤال انت مش عارف تلاقي له اجابه مطمئنه، لان احنا هيكون معانا بامر الله في بودكاست دكتور هيثم طلعت في اول الشهر اللي جاي ده. فكل الاسئله اللي ممكن تحس انها مضايقاك، اللي انت مكسوف تسالها لنفسك، حتى لو مش عارف تسالها في العام ممكن تسالها لي في الخاص او تكتبها في كومنت. هنعمل اسئله على انستجرام وهنعمل منتدى اسئله هنا برضو على يوتيوب، والتعليقات بتاعت الفيديو ده برضو هناخد منها اسئله. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول فيديو معانا ونقول الو. اول فيديو هو بوست للفنان احمد عامر رحمه الله عليه. دلوقتي هو الراجل توفى، فالناس طالعه تقول ايه بقى؟ يمسحوا اغانيه. فالجانب الاخر يقول ايه بقى؟ ها عرفنا ان الاغاني حرام، دلوقتي بقى تمسحوا اغانيه. المهم في بعض الناس اللي ما عجبنيش الاسلوب بتاعها. هو البني ادم كده سبحان الله، البني ادم هو اكتر كائن مجادل في الدنيا، يعني حتى بافتراض يا اخي، الافتراض ده مش حقيقي يعني، ان الاغاني شبهه، فانت مامور بنص صريح اجتنبوا الشبهات، انك تجتنب الشبهه. انا مش عايزك تتعود على الهدوء ده، اتفقنا؟ فنصيحه لكل الناس برجاء بعد اذنك لو سمحت ما تسمعش اغاني احمد عامر، بعد اذنك لو سمحت. الراجل توفى على دين الاسلام فتمنى له الخير. اللي بعده عندي سؤال شخصي وديني الاتنين مع بعض. دلوقتي انا ده رسمه اللي هي دي، فالرسمه دي انا هموت واشيلها. الليزر لما سالت عليه قالوا هيبقى على مدار 11 شهر انه يتشال. 11 شهر بحالهم ليزر، كل اسبوعين جلسه. الجلسه مادام هو في مكان حساس زي الرقبه ما بيتشالش، يعني برضو مش يعني حتى لو بال11 جلسه دول هو هيبان، وهيبان كمان مع قصاده علامات الحرق بتاعت الليزر، مش هينفع يتشال. فكرت ان انا اجيب ميه نار واقوم حاططها على رقبتي، ومنها رقبتي اتحرقت ومنها مش هيبقى فيه تاتو. فكرت في الحوار ده، بس الحوار ده أليم وصعب بس بفكر فيه بجد. فهل الدين خلاص انا كده تايب الى ربنا؟ انا تايب على موضوع التاتو ده اللي انا اصلا نفسي اشيله من بدري. انا عامله وانا عيل صغير وندمت عليه ندم السنين، بقالي 6 سنين ندمان عليه، مش بخبيه. انا لما بخرج في حته اقسم بالله العلي العظيم بقوم جايب لزقه اللي هي الطبيه اللي هي بتبقى قد كده دي، واقوم حاططها على رقبتي. اسال الله لك صدق التوبه. هو معلش يعني لو مش انت كده اللي تايب امال مين يا راجل؟ انت حققت شروط التوبه كلها، اخلصت النيه لله عز وجل، واسال الله ان تكون صادقا في نيتك، عزمت الا تعود، وندمت على ما فعلت لدرجه انك بتخبيها وانت خارج. والذنب هنا هو لا يتعلق بشخص اخر، علشان كده ما بنقولش يعني المفروض كمان رد الحقوق لاصحابها، فده انت مع نفسك بل وبتنصح الناس انها ما تعملش حاجه زي كده. فانت زي الفل، امشي في الخطوات بتاعه ازاله التاتو وانت مرتاح ومطمئن البال. ادعي في صلاتك ان يقبل الله لك توبتك. انت عملت شروط التوبه الصحيحه، صلي وادعي. ولو انت عايز حد يعني بيسال السؤال ده علشان حد يطمنك ان انت ينفع لك توبه ولا طبعا ينفع لك، بل وانت عملت شروطها بالفعل، لكن لا تؤذي نفسك. يعني موضوع ميه النار ده ما تعملوش، ما تاذيش نفسك. اللي بعده الموضوع ده يغير عليها من المعجبين. مين انا؟ انا ما بغيرش، انا كنت بغير، ولكن دلوقتي انا ما بغيرش. انا بحس وبقول لكل راجل يعني ان ايه بالله عليك ما تقولش لكل راجل، يعني قول لنفسك، قول لنفسك وسيب كل راجل في حاله. يبقى في معجبين لمراته او حبيبته. ايه بقى لما يبقى في معجبين لمراته او حبيبته يعمل ايه؟ دي حاجه لازم طبعا بدون قله ادب يعني من الراجل التاني ده يعني يتعلم الادب عادي يعني، بس انا قصدي لما يبقى في اعجاب او تبقى حاسس ان الناس بتبص
تبقى تعرف ان انت مع واحده جميله جدا فتفتخر. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بقول لكل راجل اوعى تسمع كلامه. انا مش عارف ان احنا ازاي وصلنا لدرجه ان احنا طالعين على التلفزيون نقول لما تلاقي واحد معجب بمراته وبيبص افتخر. يعني ازاي بقى؟ انا بحاول ما اعليش صوتي علشان ودان حضراتكم، بس ازاي يا استاذ تامر؟ يعني انت بداتها بانا ما بغيرش، قلت ماشي، الرجاله من شيمها الغيره، الله عز وجل غيور، الرسول صلى الله عليه وسلم غيور، الرجال غيورين، انت مش مشكله. تامر ما بيغيرش خلاص، هو قال على نفسه ان هو ما بيغيرش فدي قصته هو. لكن تحس الرجاله يا معلم لو لقيت واحد بيبص على المدام افتخر عشان انت معاك واحده جميله. لا يا شيخ، ما اديها له لفه. هو يا جدعان يا اقصى اليمين يا اقصى اليسار، يا شويه من المجتمع حرفيا قافلين دماغهم بقفل، واللي اتطلقت ما تتجوزش تاني، هي الست استخدام مره واحده، ونسيوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اول زوجه ليه كانت مطلقه. يا اما الناحيه الثانيه خالص يلا يا باشا انت معاك واحده جميله فرج الناس عليها. طب ازاي؟ طيب اللي بعده. على فكره انا بناتي مش محجبات وسايباهم براحتهم وبيلبسوا اللبس اللي هم عايزينه، بس محترمات. ما انا لسه مكلمك يا طنط الفيديو اللي فات، صح؟ قلت جمله والله الفيديو اللي فات، قلت يا طنط انتوا بتجبروهم على التعليم، بتجبروهم على الاكل والشرب، بتجبروهم على اي حاجه صح غير الاسلام. حبيبتي كلي كويس عشان صحتك تبقى كويسه، حبيبتي اتعلمي كويس عشان تلاقي شغل. طب ما نحط نزود عليها اتعلمي دينك عشان ما تهلكيش. صباح الخير، احنا عايشين كام سنه؟ 100، بنتك هتعيش 100، بافتراض ان بنتك هتعيش 100، بعد ال100 ايه؟ حياه ثانيه ابديه نعمل لها، نعمل عشانها. يا جماعه مش شرط ان اي بنت مش محجبه تبقى مش محترمه، مالهاش علاقه. يا فرماوي هي بينت، ايوه ماشي، ده بينت شعرها، هي عملت معصيه، كونك تفهم بقى لا بس دي بنت شمال، لا دي قصه ثانيه خالص، هي دي مالهاش علاقه. على فكره انا اتحجبت على كبر من تعليقات الناس بتهجر على بعض. يعني انا ما كنتش عايز اتحجب بجد والله، ما كنتش عايز اتحجب. لا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده في ناس بتبقى عملت عمل صالح بس لا تجزى عليه، ما تاخدش عليه حسن. ليه؟ انا مش عايز اعمله، انا عامله كده. يا عم الحاج هات من مالك زكاه المال، انا مش عايز اطلع، انت ليه تاخد من مالي؟ يا ستي تحجبي وبتاع، يا عم انا مش عايزه، انا مش لابساه عشان ربنا، انا لابساه عشان كلام الناس. طب ليه؟ طب ما طالما انت كده لبستي، اخلص النيه لله وتبقي كسبتيها. احنا مسلمين المفروض الحجاب. انا مسلمه، بصلي وبصوم وبعمل عمره وبحج والكلام ده، وبعمل للناس كويس، وبعمل يعني بتبرع للناس اللي محتاجه وبعمل خير كتير. مش لازم الخير ان انا داري شعر. طب ما انا بقي، ما انا بتكلم، ما انا وشي باين، ما انا ايدي باينه، اصل شعري مش هيعمل حاجه يعني. طب ماشي، دي مشكله برضه يا طنط، يعني ان انت مبينه نص ايدك ومبينه، يعني دي مشكله برضه. فكره بقى شعري مش هيعمل حاجه او هيعمل حاجه. هو احنا يا جماعه احنا مامورين بالاوامر ليه؟ عشان نقول سمعا وطاعه، مش عشان نقول هو هيعمل ولا مش هيعمل. طيب معلش انت لما تقوم تصلي 4 ركعات هيعملوا ايه؟ انت مامور تصليهم، مامور تتوضا قبل الصلاه. طب ليه اتوضا ما اخدش شاور؟ طب ليه ما بغسلش ظهري في الوضوء؟ ليه الوضوء مش لحد الركبه، نص رجلي كده؟ ما هو مش بمنطقك انت قاعد تقول سمعا وطاعه. انت مخلوق، الخالق بيأمرك ب1 2 3، اعمل 1 2 3 قدر المستطاع. ما بقولكش قفل المنهج يا سيدي، بس لو عملت ذنب ما تجاهرش بيه، ده اقلها. يعني مين قال لك ان فرماوه ما بيعملش ذنب؟ ما انا بعمل ذنوب، بس انت تعرف ايه الذنوب بتاعتي؟ تعرف هي صغيره ولا كبيره؟ تعرف بتوب عنها ولا ما بتوبش عنها؟ ما تعرفش عنها حاجه، وده اللي انت كمان المفروض تعمله. انا ما ينفعش اعرف عنك. انا في حد من صحابي هو بيدخن، عمري ما شفته ماسك سيجاره، باباه عارف ان هو بيدخن وعمره ما شافه ماسك سيجاره ولا شاف السجاير. ليه؟ انا بجاهر بمعصيه، يعني انا مش بس بعمل الذنب، لا ده انا بجاهر بيه. فلا يا طنط، وطنط طالما بتتاثر بكلام الناس فهتلاقي هجوم كتير على الفيديو بتاعها من التعليقات. انا بقول لك اهو يا طنط، ما تسمعيش الهجوم الشديد، بس انا بقول لك اسالي عن الطريق الصح، وبقول لك ان الدنيا مش مكمله كتير. اللي بعده. انا مش هدخل معاكم في النقاش ان السرقه غلط، مش هدخل معاكم في النقاش ان الحاجه الحرام غلط. تفزني انا لما اشوف حدا بيقلد سويمينج سوت هادية غالب، ومو بس تقليد مع اسم، مع هاشتاج هادية غالب. ليه الموضوع مزعج وكيف بتوصفيه وشو بتوجه؟ طبعا يا جماعه احنا بنتكلم ان في حد بيسرق الديزاين بتاع مايوهات هاديه غالب اللي هو اصلا حرام. فانتوا لو بتسالوا على ان حرام نسرق الفكره الحرام بتاعت هاديه غالب فهي حرام، يعني على الاقل من جانب ان هي مجسمه جسم المراه. المفروض ان لبس المراه لا يصف ولا يشف، اللبس بتاعها مش يصف، اللبس بتاعها تقريبا كانك مش لابسه، بس هو مغطي اسما سائر البدن، فاللي بيقلده هو حرام عليه برضه. انما نقطه بقى انا عملت فكره وحد بياخدها وحد بياخد مجهودي، دي قصه ثانيه. يعني لما تبقى فكره حلال وصاحبها عملها عشان يتربح منها، وجي حد تاني سرق الفكره دي بالملي ونسبها لنفسه، ده حرام عليه. طب في حد تاني خد نفس الفكره دي بس مش عشان يتربح منها، هو واخدها بس ياكل وعايز ياكل ويشرب، فده نقطه فيها تفصيل. المهم احنا مش بنتكلم على القصه دي، احنا بنتكلم على قصه هاديه غالب. هاديه غالب بتعمل بوركيني، البوركيني بالشكل اللي بتعمله هاديه غالب حرام، فاللي بيسرقه حرام عليه، وهاديه غالب برضه حرام عليها. يعني هي بتقول في اللقاء ده ان هي عايزه البوركيني بتاعها يكون طريقها للجنه. ازاي؟ هاو اعمليه بالطريقه الشرعيه
شرعيه وفعلا ساعتها ممكن يكون طريق للجنه. لكن تعملي مايو بمخالفات شرعيه، فلو انت بتشوفي الفيديو ده اعمليه بطريقه شرعيه، شوفي ازاي الشرعي يكون عامل ازاي. وفي على فكره في مايوهات شرعيه كتير وانت تعرفي تعمليها بديزاين حلو. اعملي بقى المايو الشرعي ده وساعتها انت فعلا سترتي مؤمنه. احسنت. هتقولي لي لا اصل قضى اخف من قضى، دي كانت قلعه خالص فانا حطيت عليها هدوم. ما انت حطيتي عليها هدوم برضو بشكل يخالف الشرع، يعني خير. هو الراجل كان بيسرق مليون كل يوم، خليته يسرق 5000، كتر خيرك. كده السرقه حلال؟ لا، هي السرقه حرام برضه، بس هو قل شويه في السرقه. المهم اشوفك الفيديو جاي على خير. تعالى على الانستجرام اسالني الاسئله اللي حابب ان احنا نتناقش فيها مع دكتور هيثم طلعت. دكتور هيثم طلعت هيكون معانا ان شاء الله في اول شهر 8. سيب له اسئله دلوقتي في التعليقات، سيب له اسئله عندي على الانستجرام او على المنتدى في البوست اللي هننزله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.